وبعد كده بدأوا في الارضيه. اول خطوه كانت طبقه بلاستيك عشان تمنع اي نقطه ميه تدخل جوه، وفوقها حطوا الواح فوم، وده مهم جدا لانه بيمنع العفن وبيعزل الحراره بشكل ممتاز. وبعد كده ركبوا الواح خشب تقيله فوق الفوم عشان تكون ارضيه ثابته للمكان. بعد ما خلصوا الارضيه كانت الخطوه اللي بعدها هي انهم يبتدوا يبنوا الحيطان من جوه. جابوا خشب وبداوا يثبتوه على الاعمده الحديد اللي كانوا لحموها قبل كده، والشاسيه ابتدى ياخد شكل فعلي. وحددوا مكان الباب الرئيسي انه يكون في المكان ده. بداوا يقطعوا في الصاج الحديد بالصاروخ عشان يفتحوا المكان للباب، وجابوا الباب ووالده رفعوا المكان وبعدين ثبتوا الباب كويس. وشكل الاتوبيس اختلف جدا عن مكان في الاول. بعد ما خلص الارضيه بدا يشتغل على تقسيمه البيت من جوه، واللي كان مخطط يعمله كان فعلا جامد. هيعمل فيه اوضه نوم رئيسيه ومكتب وكمان حمام كامل فيه كل حاجه، واوضه تانية فوق. بدا يبني حيطه كبيره قدام كابينه السواق، والحيطه ديت هتشيل الاوضه اللي فوق، وفي نفس الوقت هتفصل الكابينه وتخليها اوضه مستقله. ولما جه يشتغل على السقف قرر يعمله فلات زي سقف الشقه عشان كان عايز يحس ان هو في بيت بجد. وبدا ياسس الحمام في نص المكان، مساحته كويسه جدا وفيه كل اللي محتاجه سواء حوض او قعده حمام او شاور، وحفر في الارض مكان للصرف.